ريماكس لما قابلت المسؤولين خاصة مهندس خالد ناصر. قابلنا في 2014 كلمني عن الموديل بتاع ريماكس، كان جديد بالنسبة لي وكان حاجة أول مرة نسمع عنها. اقتنعت بيها وطبقتها، ومهندس خالد ساعدنا في الفهم والتطبيق ونجحت معانا الحمد لله. أكتر حاجة أقنعتني إن في مكاتب على مستوى العالم كلها ناجحة جدا بالموديل، فطالما في تطبيق على الواقع نجح مع آلاف المكاتب يبقى الموضوع ده ناجح. الحرية اللي بياخدها الوكيل العقاري في ان هو يتحرك براحته بدون مواعيد بدون قيود وظيفية، وفي نفس الوقت ياخد عمولات عالية وياخد درجة من المرونة ان هو يقدر يطور البيزنس بتاعه وهو موجود جوه الشركة. هو مش مضطر يطلع يفتح شركة خارجية، هو ممكن يشتغل جوه الموديل لفترة طويلة جدا، يعني قد تصل ل 10 و15 سنة، عكس الكلاسيكال موديل اللي كان التيرن اوفر بتاعه عالي، يعني ما بيخطيش سنة او سنة ونص، سنتين بالكتير، وكان لازم يطلع من المنظومة عشان يروح للخطوة اللي بعدها. يمكن أهم قيمة ريماكس أضافتها معانا إنها أقنعتنا الأول بالبيزنس موديل ده. البيزنس ده كان صعب إن حد يقتنع بيه إلا لو شاف نموذج ناجح قدامه عشان يقدر يعمل زيه. القيمة التانية البراند بتاع ريماكس، براند تقيل، الناس اللي عايشة برا مصر كلها تعرفه. النهاردة في اسكندرية بقى البراند رقم 1. انتشار العلامة التجارية وانتشار المكاتب على مستوى العالم مع البيزنس موديل المقنع جدا دلوقتي في السوق بقى هو مركز الثقل بتاع ريماكس في السوق المحلي. التريننج اللي اتعمل معانا احنا كمديرين مكاتب، مجموعة التدريبات كلها على بعض كانت إضافة كويسة جدا معانا. الاحتفالات السنوية والاحتفالات الموسمية اللي بتتعمل والتكريمات برضو بتضيف كتير جدا للسي في بتاع الوكيل والبار بتاعه في الحركة في السوق.